تابعنا وتابع الوطن كامل، بل يمكن الخليج، بل يمكن العالم العربي كله، الأحداث الأطفال اللي جرفتهم السيول في منطقة جازان تحديدا في محافظة صبيا، وكذلك البطل جابر الريثي رحمه الله رحمة واسعة في محافظة الريث كذلك في منطقة جازان. وتابعنا أحداثهم أول بأول، وهذا هو اليوم السابع لكلا الحالتين، والحقيقة أن آلمنا ما حصل، ولا نقول إلا الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله يصبر أهلهم، يعوضهم خير ويجبر مصابهم، ونسأل الله يعوض كل من فقدنا الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. ولكن بعض الرسائل أرسلها. الرسالة الأولى لأسرة المفقودين خاصة، ولكل أسرة أصيبت بمصاب جلل: اصبروا واحتسبوا، وكل شيء بقضاء وقدر، ووالله كل شيء مكتوب. اصبروا واحتسبوا واسألوا الله الصبر والعوض والخلف وجبران القلب من الله عز وجل. الرسالة الثانية: بيض الله وجه كل من غطى من الحسابات المشهورة والمعروفة داخل جيزان وخارج جيزان وفي مناطق المملكة، وأحسن الله عزاء كل حساب مشهور ما غطى ولا قام بواجبه. والله أنك تخجل حينما تشوف حسابات تغطي قضايا حتى ما هي إنسانية، وقضايا خارج البلد ويهتم فيها ولا يخلي شاردة ولا واردة، وقضية ابن بلده ولحمه ودمه وابن وطنه ما غطاها لا بقليل ولا بكثير. والله إنه شيء مؤسف، حتى أن فيه البعض من المناطق القريبة والمجاورة وربما من نفس المنطقة لكنهم عايشين خارج المنطقة، والله ما شفناهم تناولوا القضية ولا على قولتهم ملي واحد. وهذا والله إنه شيء مؤسف، مؤسف جدا جدا جدا. الرسالة الثالثة: رسالة شكر وعرفان ودعاء، وترفع الراية البيضاء على الرؤوس الجهات الرسمية والحكومية والمتطوعين، فرق المتطوعين والمواطنين، وكل من قام بواجبه تجاه هذه القضية، خاصة قضية جابر الريثي. بذل فيها جهود على الشكل الرسمي والمجتمعي بشكل ما تصوره، على رأس الهرم أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر. بيض الله وجيهكم جميعا، شكر الله لكم. وهذا والله ما هو مستغرب على أهل المنطقة، عودونا والله المبادرات والفزعة والنخوة، وشيء والله العظيم إنه يبهج ويفرح القلب. أسأل الله يجعلها بركة في أموالكم وأولادكم وأعماركم ولا يريكم مكروه. أما رابعا وأخيرا: والد ووالدة الأطفال الأربعة، ووالد ووالدة البطل جبران الريثي وذويه وأسرته وأهله، والله أنكم علمتونا الصبر والاحتساب. رسائل ترسلونها من خلال كلامكم، من خلال الصور اللي نقلت والفيديوهات عنكم وحديثكم، وكيف الكلام اللي تكتبونه للي يغطون وللي ينقذون وللي متطوعين والجهات الرسمية، خاصة والدة جابر الريثي. والله أنها رسمت